السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب عاملين ايه؟ في سؤال بيطرح نفسه وجالي كتير في الكومنتات: ايه لازمة المشروع اللي انت بتعمله؟ ايه لازمة اليرقات؟ يعني اكيد ليها لازمة عشان انا بعملها مثلا، يعني انا بعملها عشان هي ليها لازمة، لو ملهاش لازمة انا مش هعملها اصلا. فتعالى اقول لكم هي ايه فوائدها مثلا على الطبيعة، وفوائدها لينا كمشروع او كمصدر دخل، فاهمني؟ فتعالوا افرجكم ايه حياتهم وايه اعمارهم دلوقتي عندي في المزرعة، وبرضك نتكلموا في الأهمية بتاعتهم. يلا. أول حاجة، اليرقات دي بتخلصنا من المخلفات، سواء كانت حيوانية، مخلفات حيوانية أو مخلفات زراعية. لو مثلا انت مثلا بتاع خضار مثلا، ففي بيبقى تالف من الخضار، بتنجان، فلفل، عيدان ملوخية، أي حاجة بتتبقى منك ممكن تحطها. فانت مثلا لو بتبقى بتاع خضار هيبقى عندك فوائد من كده، وفي كتير بيبقى عندهم فواكه. تحط كل ده تحطه. اول حاجه هي خلصنا من الحاجات دي، مثلا فرخه ميته، سمك بايظ مثلا، بواقي سمك، بواقي فراخ. شوف انت المكان اللي انت مربي فيه هيسمح لك بايه. يعني انا مثلا انا مربي في مكان مش عايش فيه، يعني بعيد عن الناس وبعيد عن كده، فاهماني؟ ممكن احط فراخ ميتة، سمك، مش هتفرق معايا الريحة. لكن انت مثلا لو مربي في بيتك او مربي في حتة قريبة مش هينفع الحاجات دي. فهينفع ايه؟ الخضار، الفواكه كده. تاني حاجة، هو بياخد المخلفات دي بيحولها لنا لنسبة 46% بروتين. يعني ده بروتين حشري للفراخ، للسمك، للطيور، للحمام، لأي طير إلا الجوارح ما بتاكلش اليرقات ولا الحاجات دي. يعني هو بياكل مخلفات ويحول لك لبروتين. انت ممكن مربين نفسك، مثلا عندك مزرعة فراخ فمربين نفسك، عندك مزرعة سمك مربين نفسك. وبينفع كمان للمواشي، بس ما بتقدمش حي للمواشي، بيتطحن مع العلف وبتحط لهم عادي. انت مثلا مربيه وعندك مزرعة فراخ، مزرعة سمك، ماشي، اللي هيطلع هتأكل بيه وهو أكل ببلاش. دي نقطة. تاني نقطة، مع انت ما عندكش مزرعة مثلا، ما عندكش حاجة تستفيد بيها منه، فهتروح جاي ايه؟ مسوقه اونلاين على الفيس. طبعا ليه جروبات كتير وعليه طلب كبير كبير كبير. دي فوائده ايه كمشروع. وخلصنا من التوالف، خلصنا من اي بواقي الاكل في البيت، رز، مكرونة، اي حاجة من دي بتقدر تحطها له. وهو اصلا موطنه الاساسي باكستان. هو اليرقات دي والذباب ده موطنه الاساسي باكستان. هو طبعا اللي احنا شاريين منه مستورد الحاجات دي من بره، وكده بقت معروفة في مصر، بقت معروفة ولا طلب. يا ريت يا رجالة اللي مشتركش في القناة يشترك. خلاص قربنا على 1000 مشترك، وبأمر الله هنعمله ريفيو حلو، وهنطلع يرقات ببلاش وجود ببلاش للي حابب يجرب المشروع ومش عايز يحط فيه فلوس. انا هقدم لكم انا هقدم لك كل الكلام ده، وهخليك تربي ببلاش وتجرب التجربة ببلاش. لان انا عارف في ناس عندها تخوف مثلا ايه ما تنجحش معاهم او حاجة، فانا هديها لك من غير فلوس. جرب. انا مش عايز غير انت تجرب وتستفيد، وانا عايز اللي احنا نقلله يعني الهدف الاساسي من القناة على اليوتيوب، اللي احنا نقلل من البواقي دي ما تترماش، واللي احنا نعمل مثلا زبالتنا او بواقي البيت تبقى بلاستيك لوحده، المعدن لوحده، بواقي الطعام لوحدها. تعرفوا احنا لو نعمل كده اصلا مشروع اليرقات ده هيبقى مفيش اسهل منه. لو احنا كل حاجة لوحدها في الزبالة، يعني الاكل لوحده، بواقي الاكل والبلاستيك والمعدن لوحده، كلنا هنرتاح وكلنا هنبقى الدنيا كويسة. والمشروع ده هيبقى من اسهل، يعني اسهل منه مفيش.
هو دلوقتي يعني حاليا اسهل منه مفيش برضو، بس هيبقى اسهل. بصوا اليرقات، بسم الله ما شاء الله. بصوا شكل اليرقات عامل ازاي. اللون الابيض ده اللي يخليك تعرف اليرقة حلوة ولا لا. شايف اللون الابيض يعني بيلمعوا، لانهم عايشين في حتت مينفعوش فيهم يلمعوا، بس هما بيلمعوا. بس ده كان الفيديو. اي حد عنده اي سؤال، اي حد محتاج اي حاجة، انا تحت امركم. لو حد محتاج دلوقتي من غير فلوس يكلمني وانا تحت امره، ما يشغلوش بالكم. فاهمين؟ احنا عايزين نفيد بعض. ويا ريت يا رجاله اللي مشتركش يشترك وفعل زر الجرس ويدينا لايك للفيديو يشجعنا اللي احنا بنعمله. يعني احنا معلش انا شاب دلوقتي ولا واقف على امه ولا حاجه، فاهمني؟ وبسعى وبتاع. فيا ريت يعني تقفوا جنب اللي بيحاول يعمل حاجه، مش اللي بيعمل حاجه بيحاول يعمل حاجه. يا ريت تقفوا جنبه، وانا واحد منهم يعني. بس ده كان موضوعنا. كان معاكم سمير احمد لمشاريع النجاح. يلا باي.